السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. إن شاء الله هنعمل مع بعض الفاصوليا الخضراء بأسهل طريقة، ولو انتي بتشتغلي يبقى تعمليها بالطريقة دي، هتوفري الوقت وتوفري الجهد، وفي أقل من نص ساعة هتكوني محضرة الغدا، وإن شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، ويلا بينا نشوف الطريقة. يوم الجمعة هتجيبي الخضار اللي انتي هتطبخيه أثناء الأسبوع اللي جاي، بحيث انك انتي تنضفيه وتقطعيه وتشيليه في الفريزر. انا هنا معايا كيلو فاصوليا خضراء هنطبخها مع بعض النهارده. وبالنسبه للبصل تقشريه وتفرميه بحيث ان هو يبقى جاهز معاكي، وتاخدي منه الكميه اللي انت تحتاجيها اثناء الطبخه، والباقي تشيليه في الفريزر. ومعايا كيس مرقه فراخ. بالنسبه لسلق الفراخ اعملي مرقه كتير علشان تقسميها في اكياس وتكفيكي اثناء الاسبوع. وكيس الصلصه اللي احنا عملناها مع بعض وسبكناها، وطريقتها هحطها في صندوق الوصف. ومعايا معلقة كبيرة من الصلصة الجاهزة، ومكعبين من التوم اللي احنا خزناهم مع بعض، وهحط لكم طريقة تخزين التوم في صندوق الوصف. ونص قرن فلفل حامي، وممكن تستغني عنه لو انت مش بتحبي الفلفل الحامي. هكون محضرة حلة حجمها مناسب لحجم الفاصوليا الخضراء اللي انا هعملها، وهنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة او السمنة، واستناها لما تسيح كويس. وبعد كده هنزل بكمية البصل المناسبة لكمية الفاصوليا، وهقلب البصل لغاية ما البصل يدبل، وبعد كده هنزل بمكعبين التوم، وابتدي اقلب التوم مع البصل لغاية ما التوم يفك من بعضه، وابتدي اشوحه شوية كده، وبعد كده ابتدي انزل بالفلفل الحامي. وممكن تستغني عنه لو انت مش بتحبي الفلفل الحامي، بس هو بيدي طعم جميل في الفاصوليا الخضراء. واقلبه واشوحه مع البصل والتوم. يبقى انا كده بشوح البصل الاول من غير التوم، لان البصل بياخد وقت اطول من التوم في التشويح. هبتدي انزل بالصلصة اللي احنا عاملينها، شايفين شكلها جميل ازاي؟ ومش هتاخد وقت معاكي في التسبيك لان احنا اساسا مسبكينها. وابتدي اجيب السكينة واكسرها قطع صغيرة علشان تفك معايا بسرعة. لما تكوني مخزنة كمية صلصة كبيرة ومقسماها في اكياس وشايلاها في الفريزر، بتسهل معاكي جامد جدا لما بتيجي بتطبخي، ما بتاخدش معاكي وقت. كده خلاص الصلصة اللي احنا عاملينها فكت من بعضها، هبتدي انزل بالصلصة الجاهزة. الصلصة الجاهزة دي بتديها لون وبتديها طعم جميل، يعني بتعززلك الطعم بتاع الفاصوليا الخضراء. هقلبهم مع بعض، وهبتدي اضيف التوابل. هضيف الفلفل الاسود، وهضيف الملح، والملح على حسب الرغبة. وهقلبهم مع بعض. زي ما انتوا شايفين الصلصة عشان احنا مسبكينها فمش هتاخد معاكي وقت خالص. اول ما تبتدي تغلي هنزل عليهم بالمرقة، وهنقلب المرقة كده في السخونية بتاعت الصلصة علشان تسهل معانا الفك بتاعها. واول ما تبتدي تسيح المرقة كده خلاص هنبتدي نجيب الفاصوليا الخضراء وننزل بيها عليها. لما تكوني منضفة الخضار ومجهزاه بيسهل معاكي جدا وقت ما بتيجي تعمليه، ما بياخدش معاكي وقت. وهقلب الفاصوليا مع الصلصة والمرقة، وبعد كده ابتدي ازود مية. بعد ما زودت المية هسيبها بقى تستوي على مهلها، واديها تقليبة كده واغطيها، واسيبها لغاية ما تتشرب كل المية بتاعتها. والمهم انك انتي تتابعيها كل شوية، تفتحي الغطا كده وتقلبيها تقليبة وتشوفي المية فيها وصلت لغاية فين. وبكده خلاص شربت المية بتاعتها واتسبكت واستوت معانا الفاصوليا الخضراء، وبقت جاهزة للتقديم. يا رب تكون الطريقة عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، واشوفكم على خير.